السلام عليكم. طلبتوا مني قبل كده ان انا انزل لكم اكلات اقتصادية وغير مكلفة ومش بتاخد وقت في التحضير. فالنهاردة هعمل معاكم اكلة عدس كده، مش عدس شوربة زي المعتاد، لا هعمله لكم تغميز بطريقة حلوة جدا واقتصادية وسهلة جدا للمبتدئات. وهعمل كمان جنبيه شوية تحبيش طماطم مخللة وبتنجان مخلل وبصل، يعني لزوم الأكلة بتاعتنا النهاردة. زي ما انتوا شايفين القوام بتاعه هو للتغميس مش شوربة زي ما قلت لكم. لايك ومتابعة لأول مرة تدخلوا على القناة، ونسمي الله ونصلي على رسول الله ونشوف الطريقة والمكونات. معايا هنا ربع كيلو من العدس غسلاه كويس وحطيته على النار في حلة، وهحط معاه 4 حبايات من الطماطم وبصلة كبيرة هقطعهم، واحط معاهم 4 فصوص من التوم ورتل من المية، وهحط معاه كمان قرن فلفل حامي كده اختياري لو حابينه سبايسي شوية. هغطي الحلة كده واسيب الغطا موارب علشان الخليط ده لما هيفور هينكب منكم على البوتاجاز ويبهدل لكم البوتاجاز. 10 دقايق على نار متوسطة ويكون العدس استوى، ننزل عليهم بنص معلقة من الكمون وربع معلقة من الكركم، وده اختياري لو حابين اللون يبقى أصفر. بس صراحة الطماطم دي خلت لونه بقى كويس جدا. بعد كده بقى بنزل بقى بالهاند بلندر كده، أضرب فيه لحد ما ينعم تماما، وتقدروا طبعا تضربوه في الخلاط، بس ضروري الخليط بتاعنا أو العدس بتاعنا يكون بارد تماما علشان ما يبوظش الخلاط. بعد كده بهدي النار وبنزل ب3 معالق كبار من الرز المصري، وانزل عليه كمان بنص رتل من المية، وأقلب كده لمدة دقيقة علشان الرز أول ما بنحطه ما يقفش كده في قعر الحلة ويلزق ويتحرق معانا. هدي النار بقى 7 دقايق ل10 دقايق بالظبط، هيكون الرز استوى تماما وكمان قوامه تقل. هحط بقى الملح وهحط الفلفل الأسود ونعمل الطشة بتاعته. الطشة بتاعته عبارة عن معلقة من التوم، يعني حوالي 4 فصوص من التوم دقاهم، مع نص معلقة من الكمون وربع معلقة من الكزبرة الجافة و3 معالق كبار من السمنة. قلبتهم لحد ما بقى لونهم ذهبي، ونزلت عليهم على العدس بيهم كده وهو بيفور، وكده العدس بقى تمام جدا واستوى. نيجي بقى للتحابيش بتاعتنا. اول حاجة من التحابيش هيكون البتنجان، بخرطه كده وبرش عليه ملح واحطه في مصفى علشان ما يشربش زيت، ولما بيتقلي بطلعه كده على آه، أرغفة، مش على مناديل مطبخ، علشان استفيد من المادة الدهنية اللي نزلت. وبحطه كده تحت الشواية لو حابة أقدمه مع العدس عيش محمص كده، في ناس كتير بتحب العيش تقدمه مع العدس المحمص. نيجي بقى للخلطة بتاعتنا اللي هي خلطة حشو البتنجان والطماطم المخللة. عبارة عن معلقة من الكمون وربع معلقة من الكزبرة الجافة، و6 فصوص كده أو 5 فصوص من التوم، وقرن فلفل أخضر وقرن فلفل أحمر، ونص قرن كده سبايسي لو حبينا حراقة شوية. بصراحة بتدي طعم حلو قوي للوصفة. معلقة من الملح صغيرة، وهحط كمان نص حزمة كده من الكزبرة الخضرة، بتدي لها طعم حلو جدا. ولو عندكم كمان شبت حطوا معاها كمان عودين. انا خدت نص الحزمة بس، وخدت كمان اللي هم فيها الورق، ما خدتش الجذور من تحت. ليمونة بقى قطعتها نصين وشلت منها البذور، ومعلقتين كبار من الخل علشان يسهلوا لي الضرب في الكبة بتاعة الخلاط. تقدروا طبعا تصحنوهم في المصحن تدقوهم، بس طبعا انا حبيت اوريكم بقى للناس اللي ما عندهاش مصحن ولا حاجة واسهل عليكم الموضوع. الضرب بيبقى بالقوام ده وبالشكل ده كده، وما تزودوش عن معلقتين خل علشان ما تبقاش مية معاكم. بعد كده بقى كده الخلطة بقت جاهزة، وكمان طعمها حلو جدا والملح بتاعها مظبوط. الطماطم بقى هنا انا كان عندي الطماطم دي حجمها كبير. انا دايما بعمل الطماطم بتبقى سليمة، وبنقي الطماطم الصغيرة وبعمل لها 3 فتحات من الجنب كده وبحشي بيها الخلطة. بس النهاردة علشان انها كبيرة بقطعها كده بالشكل ده كده وبحط عليها الخلطة على طول. جبت كمان بصلة وهعملها بقى كده، هقسمها نصين، وكل نص هقطعه جوليان كده رفيع بالشكل ده كده زي ما انتوا شايفين، وهقول لكم هنعمل فيها ايه. الطماطم بقى خدت معلقتين من الخلطة اللي احنا عاملينها السبايسي دي وحطيتها على الطماطم، ولسه كمان هنعمل لها المحلول بتاعها اللي هو يبقى عبارة عن خل وليمون وملح، ومعلقة من الخلطة دي هتخلي طعمها حلو جدا. البصل بقى نزلت عليه بفنجان من الخل وعصير ليمونة
ومعلقة ملح، ونزلت عليه كمان بمعلقة من الخلطة دي، اديته طعم حلو جدا. وعايزة اقول لكم لما قعد كمان كان طعمه حلو جدا، دبل كده وبقى طعمه حلو جدا وشرب من الخلطة. كمان حشيت البتنجان وخليت بقى معلقة واحدة بس كده من الخلطة، ضفت عليها فنجان من الخل وحبة مية صغيرين وعصير ليمونة وشوية ملح، ورشيتهم كده فوق الطماطم علشان تديلي صوص حلو كده وتبقى طعمها حلو كده ومتملحة كويس، وشاربة كمان من الخل والليمون والتتبيلة اللي احنا عملناها، وحطيت كمان منها على البتنجان. وكده كمان القوام بتاع العدس زي ما انتوا شايفين قوامه تقل لما قعد كمان، وطعمه كمان حلو جدا. جربوه هيعجبكم جدا. وكده الفيديو خلص. بتمنى الفيديو يكون نال اعجابكم. دمتم سالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.